اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. صباح الخير وصباح الهنا وصباح كل حاجه حلوه على عينيكم. العيش بتاع رمضان. مش عارفه اسمه العيش الكماج ولا اسمه إيه. المهم العيش ده انا بعشقه بعشقه بعشقه، كلمه بعشقه دي قليله. يعني رمضان على طول الاقي العيش ده مالي مالي يعني. عند الناس كلها والله العظيم هو فعلا يستاهل. يعني لا يستاهل كل خير بصراحه. حلو قوي 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 وجميل ما شاء الله. بيتعمل مع ناس كتيرة ما بينجحش معاها بينشف مش عارفة ايه. فالنهاردة هنعمله من كيلو دقيق ما شاء الله ممكن تطلعي منه 50 رغيف، اللهم بارك ما شاء الله لا قوة الا بالله. سهل جدا وعلى رخامة المطبخ، مش هتروحي وتعملي تروحي على الطبلية ولا ترابيزة السفرة ولا الكلام الفاضي ده كله، لا على ترابيزة على رخامة المطبخ الصغيرة دي هتعملي عليها اكتر من 50 رغيف كمان بإذن الله. تعالوا بقى نشوف انا عملت ايه هنا. اولا انا جبت كيلو دقيق، معلقه خميره كبيره، معلقه سكر كبيره، ذره ملح، 3 معالق او 4 معالق زيت. يعني 3 4 معالق زيت ما يعادل مثلا ربع كوبايه. قلبت كده كله على بعضه على بعضه. وكان عندي هنا نص كيلو لبن، انا سبته يروب الصراحه مش هكذب عليكم، سبته يعني سبته من امبارح ما رضيتش اغليه. قمت الصبح لقيته رايب. ف... فقلت هشتغل بيه. العيش ده بيتعمل يا بلبن حليب كده ساده يعني من غير، ممكن ما تروبهوش. يا اما لو اللبن عندك رايب بيبقى حلو قوي قوي قوي، بيبقى طعمه كده يعني ليه طعم تاني سبحان الله فعلا. يعني عشان كده يمكن هو مطلوب قوي في رمضان وفي السندوتشات والحاجات دي. المهم احنا بقى هنعمله في بيتنا طبعا حاجه حلوه كده، احنا الله اعلم بره بيعملوه ازاي يعني. بدأت هنا حطيت اللبن بالراحة بشوية بشوية كده على، أنا هنا خلوا بالكم ما خدتش كيلو كله. خدت كيلو ناقص مثلا حوالي 150 جرام كده 200 جرام دقيق. لكن احنا لو هنعمل الكيلو كله هيطلع معانا 50 رغيف بالظبط بالظبط 50 رغيف. أنا هنا طلع معايا 42 رغيف، في واحد منهم وقع في الأرض وهو عجين كده رحت رميته. وما شاء الله طلع هنا 42 يعني زي ما بقول لكم. فلو كنت جمعت الباقي كنت كنت عملت بقية الكيلو كان بقى 50. المهم هنا حطيت اللبن الرايب على الدقيق وبدأت أعجن أعجن. خد مني حوالي كوبايتين وشوية طبعا ايه. كل دقيق على حسب يا جماعة انتي الدقيق بتاعك بقى مظبوط والعجينة بتاعتك اتظبطت خلاص يبقى على كده شكرا. هتشوفي دلوقتي قوام العجينة بعد ما عجنته شوية حلوين. شوية حلوين. جيت فردته زي ما شفتوا كده وحطيت له حوالي مثلا 30 جرام زبدة. الزبده دي كانت بدرجه حراره المطبخ، انا سايباها من بالليل بره كده عشان خاطر ايه. تبقى طريه معايا. حطيتها في قلب العجين وبدات اعجن العجين بالزبده اهو. العجين هيتقطع معاكي شويه مفيش مشكله ما تقلقيش، هيرجع يلم ما شاء الله. بصوا يرجع زي الفل اهو. بصي بقى هنا العجين بقت الايه بقى عامل ازاي. بيلزق بس مش بيمسك في ايدك، شايفه شايفه القوام ما شاء الله. مش هحط بقى هنا زيت، هحط هنا بقى ايه، هحط هنا رشه دقيق وعليها رشه دقيق واحطه في قلب كيس واسيبه بقى. طبعا بان احنا ساقعه في الجو ساقعه فهو اخد معايا حوالي ساعه على ما خمر. بعد ما خمر طلعته اهو، فتحت بقى عليه الكيس قدامكم زي ما انتم شايفين كان ما شاء الله خمر اهو. فتحت الكيس بقى هنا واديته بقى كده ايه، شفت عشان اشوف خمر ولا لا، وبدات انزله بقى تاني من الحله او من البوله او من الطبق اللي هتشتغلي فيه عامه. وبدات اديله بس ايه اهبط بس العجين كده من الخمران بتاعه اهو. حطيت كده العجين بقول لكم ما شاء الله بصوا قوامه حلو قوي ومظبوط. العجينه بتاعتك ما تبقاش قاسيه عشان احنا لسه هنفردها على دقيق. لو العجينه بتاعتك قاسيه وفردتيها على الدقيق العيش هيطلع معاكي ناشف جدا. المهم جبت الورق ده بقى، ما عندكيش الورق ده هاتي كيس عادي، ما انا هشتغل برضو بكيس قدامكم دلوقتي بس هتشوفوا. جبت الورق ده حطيت عليه رشه حلوه كده من الدقيق. طبعا الدقيق ده اللي انا شايلاه انا شيلته ليه عشان قلت اكمل بيه شغل. بس زي ما اتفقنا لو كنت عملت الكيلو كله كان هيطلع معايا ما شاء الله 50 رغيف. المهم حطيت رشه دقيق حلوه وبدات اقطع بقى هنا العجين. التقطيعه دي عارفين الليمونه، هي قد الليمونه بالظبط اهو. عايزه تطلعي العيش ده هتبقى بالظبط القطعيه بتاعتك قد الليمونه. خلصتهم اهو، جبت كيس الدقيق فتحته، كيس يعني كده فتحته ورحت مغطيه عليه. تعالوا بقى جبت ورقه كمان هنا وبدات رشتها برضو دقيق من الدقيق ده، الدقيق اللي انا برضو شغاله بيه اللي احنا ايه اللي احنا شلناه. جبت بقى اول كوره وبدات هنا افرد فيها. بصوا خلوا بالكم هنا وانتي بتفردي بالنشابه، انتي مش بتدوسي، انتي يا دوب بتفردي.
فهماني؟ انت لو دوستي قوي ما تدوسيش قوي عشان الرغيف يقب معاكي ويتفتح معاكي. لو دوستي قوي مش هيتفتح معاكي. فانا يا دوب بصوا بفرد بالراحه كاني بطبطب كده، اللي هو ايه، بالراحه خالص. المهم فردت هنا العيش اهو، بفرده بالحجم اللي انتوا شايفينه، اللي احنا بنحبه واللي احنا بنحب نشتريه على طول من بره. وبدات احطه على الدقيق. هخلص هنا كام واحده، او هخلص كده الورقه دي كلها، هبدا اخلصها كده كلها. ماشي. بصوا بقى ادين خلصتها، جبت بقى كيس فاضي، جبت كيس تاني. فتحته، حطيته على الورقه، حطيت عليه رشه دقيق اهي. بصوا اهو. خلوا بالكم ده على العيش، انا كده حطاه على العيش، يعني حاطه الكيس ده فوق العيش من فوق، وحطيت عليه ايه، رشه دقيق. تمام. وجبت هنا عملت كمان العيش اهو تاني، جبت كمان بدأت افرد في العيش التاني اهو، واحطه بقى فين، على الكيس. انا عملت الكيس ده كام مره، حوالي 3 مرات، يعني بقوا 3 مرات. هنا خلصت اهو كله ما شاء الله. شفتوا ما شاء الله، يعتبر 50 رغيف عملتيهم في مكان قد ايه. ولا بقى هيصه ولا وجع قلب ولا الكلام ده كله. بقى انا بلم الدقيق ده، خلوا بالكم الدقيق ده انا مش هرميه، انا هستعمله تاني. هنخله واستعمله تاني، لان الرخامه نظيفه وكل حاجه نظيفه ما فيهاش حاجه، فحرام ارميه. يعني الدقيق ب20 جنيه يا جماعه، ب20 جنيه، وربنا يستر وما يغلاش. الفرن قايد على درجة حرارة 200. لازم الفرن يبقى عالي، لازم فرنك يبقى سخن سخن، عشان العيش أول ما يدخل يقب معاكي، ما يهبطش في قلب بعضه ويلزق في قلب بعضه، ويبقى سحلة زي ما بيقولوا كده عندهم في الفرن. هنا بدأت جبت بقى هنا الصاج ده. ما عندكيش بقى الصاج ده، ده الصاج بتاع الفرن، خلي بالك، يعني ده الصاج اللي بيجي مع الفرن. ما عندكيش بقى الصاج ده، في صواني ألمونيا واشتغلي عادي، هيبقى زي الفل ما شاء الله. بدأت هنا ايه، ارص بقى العيش كده زي ما انتوا شايفين اهو، وما شاء الله. بس ايه، الاول باخده بقى انفضه من الدقيق، يعني بصي اهو كده انفض من الدقيق اهو، انفضه كويس واحطه على الصاج. ما شاء الله. عايزه اقول لك ما شاء الله اللهم بارك، ما خدش معاكي بتاع ساعه ونص تسويه وخمران بس، مش اكتر. كان باقي طبعا. بصوا بقى هنا هقول لكم بقى بعدين كنت هقوله. بصوا بقى هنا العيش ما شاء الله في الفرن اهو، بدأ يقب اهو. بصوا انتوا لو خدتوا بالكم هتلاقيه بدأ يقب. بصوا اهو ما شاء الله، شايفين اهو. انا بصوره لكم كده عشان تشوفوا هو بدأ ايه. بدأ ما شاء الله كله، اللهم بارك اللهم بارك، ما شاء الله ولا قوة الا بالله، ينفع يعني يقب كله زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى ما شاء الله، بصوا كله قب ازاي، وبقى الله اكبر جميل ما شاء الله. اعمليه في البيت، ما تجيبيش حاجة تاني من بره. اهو خلاص، مجرد ما قب كده فتحت الفرن، لقيت الوش بتاعه الظهر بتاعه احمر كده، حاجه بسيطه خلاص. بس انا ايه هنا قلت ايه، اقلبه طبعا علشان تشوفوا الظهر بتاعه شكله ايه. بصوا الظهر بتاعه شكله ايه اهو. يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، لا محروق ولا اي حاجه، جميل ومستوي وزي الفل. حطيت ورقه هناك كده وايه، ورحت مطلعه بقى العيش طري. بدأت كده احطه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، والفرن شغال. مسحت الصاج. وبدأت ارص عليه تاني اهو. بصوا شلت برضو كيس من اللي انا حطاهم على بعض، وبدأت ارص العيش اهو. طبعا لو وصلت لحد كده وعجبتك القناة، اعملي اشتراك فيها وفعلي زر الجرس عشان اي جديد انزله على طول يوصلك اشعار بيه. وما تنسيش اللايك عشان اللايك بيرفع معايا الفيديو. وقولوا لي ايه رأيكم، بجد جميل جدا اللهم بارك. وفعلا فعلا انا عايزه اقول لكم ال5 جنيه او ال10، يعني عارفه عايزه اقول لكم مثلا انت لو جبتي ب10 جنيه ما شاء الله ما يكفيش اي حاجه. يعني ما شاء الله لو جبتي ب10 جنيه ما يكفيش اي حاجه. كيلو دقيق اللهم بارك، وحته زبده عندك على معلقتين زيت، وشكرا على كده، وعملتي ما شاء الله 50 رغيف اللهم بارك. شوفي بقى يعني، وكمان ضمناهم ريحتهم. العيش ما شاء الله عايزه اقول لك طالع تحفه. ده بقى ما شاء الله دي بقى ده بقى الصاج التاني اهو. هاخده برضو كده واحده واحده كده وهو سخن، ايه اطلعه، ايه احطه هناك واغطي عليه، غطي عليه عشان العيش ده، العيش الابيض ده بينشف بسرعه. فلما تغطي عليه وتحطيه بقى في الكيس يفضل طري معاكي. انت بره لو خدتي بالك بره هتلاقيهم بيحطوه في قلب الصاج، ويحطوا على طول ومخلين الصاج في قلب كيس وقافلينه، اللي هو الكيس الكبير ده، عشان يفضل سخن ويفضل طري كمان. هنا بقى دي كانت ايه، ده كان تالت كان تالت صاج ما شاء الله. المهم انا هنا خلصت بقى، لميت. بصوا بقول لكم دي اهو، ما استعملتش منه كتير، يعني يا دوب ممكن تاخدي كبشتين ولا حاجه وتعملي الكيلو كله. بقيه العيش اللهم بارك، شايفين ما شاء الله جميل ازاي، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. مش عارفه اقول لكم ايه الحقيقه، لان انا مبسوطه جدا جدا ان انا عملته. وهيوفر معاكي كتير والله، بامانه يعني.
بصوا بقى، تعالوا بقى هنفتح، احنا فتحنا العيش في اول الفيديو. بصوا جميل ما شاء الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، كونوا استفدتوا منه. ان شاء الله اشوفكم على خير وسعاده وسلامه يا رب. ولو طبعا عجبكم قولوا لي في كومنت. وما شاء الله كميه الله اكبر جميله ما شاء الله. يا ستي كل 3 ايام اعملي لك كيلو يا ستي، كل 3 ايام ما شاء الله. وكل حاجه نظيفه انت عاملاها في قلب بيتك. بصوا ما شاء الله، اللهم بارك الكمية، بألف هنا يا رب للي كل، وبألف هنا يا رب للي هيعمل وياكل بإذن الله. أشوفكم على خير وسعادة وسلامة، ومع السلامة وباي باي، كل سنة وانتم طيبين.